السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن بلوجر انتشرت الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا. هي جايز انها ما كانتش معروفة جدا، بس بعد الحادثة اللي حصلت لها والحالة اللي وصلت لها انتشرت جدا وبقت متصدرة السوشيال ميديا كلها. البلوجر سارة دي بلوجر عملت حادثة هي وخطيبها، وبسببها فقدت بصرها. بس مش فقدت بصرها بس، فقدت حاجات تانية كتير. الأول تعالوا ناخد فكرة عن المحتوى اللي كانت بتقدمه سارة، واللي أنا شخصيا شايفها محترمة جدا مقارنة ببنات كتير جدا بلوجر وتيك توكر بيعملوا فيديوهات وبيقلعوا وبيرقصوا، لكن البنت حقيقي محترمة. تعالوا سوا نشوفها بتعمل ايه. لحظة ممكن انت مو ذاك تجرحني وخان بيا، لحظة ممكن جاينيش عندك بعد ذيك الأذى. سارة نوعية فيديوهاتها كلها بالشكل ده، لا طالعة لابسة عريان ولا قلعة ولا طالعة ترقص وتهز بقى والكلام ده كله. أنا شفت بنفسي فيديوهاتها كلها، أو يعني بنسبة 90% من فيديوهاتها، لأني كنت حابب أعرف مين البلوجر دي، ولقيت إن كل فيديوهاتها وكل اللي بتقدمه إنسانة محترمة جدا ومحتواها محترم مفيش فيه أي حاجة. وشوفوا كمان الفيديو ده. وكلام ووعود اللي عمرنا ما نفارق معاه. طب ليه يا حبيبي مشيت، لا رجعت لي ولا حنيت وسايب. مستغرب جدا كمية المشاعر اللي هي بتعمل بيها الفيديو على الأغنية دي، وكأنها حاسة إن خطيبها ده هيطلع ندل معاها وهيسيبها ويمشي فعلا، في الوقت اللي هي أساسا كانت بتدافع عنه، أو بالمعنى الأصح كانت خايفة عليه، بس الغلطة جت فيها هي. تخيلوا بقى خطيبها ده عمل فيها زي إحساسها في الفيديو، سابها فعلا ومشي. حاربت الناس كلها علشانك، حتى اهلي حاربتهم علشانك، ودلوقتي بحارب نفسي علشاني. يعني اغلب فيديوهاتها بتوضح فيها مشاعر كأنها كانت حاسة باللي هيحصل لها، ان انا خطيبي اللي هو مفروض بحبه ومفروض هكمل حياتي معاه ومفروض مبسوطين وخارجين، تحصل لي حادثة يطلع النتل ويستغنى عني ويسيبني ويمشي وما يفكرش حتى يسأل فيا ولا يقف جنبي. قمة الندالة. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حابه اتكلم معاكم النهارده في نقطه مهمه جدا جدا، وهي اكتر حاجه ممكن تاذينا بجد، وهي ان التعلق. لا، نقدر نحب ونهتم ونعز وكل حاجه، لكن اننا نتعلق بحد ونخليه جزء من روحنا ويجي الشخص ده يقرر يمشي ويسيبنا فنتعذب، لا، بتوجع قوي اقسم بالله. لو بصينا هنلاقوا ان كل علاقه كان فيها تعلق اتحول فيها الحب لكره، لاني انا حبيتك، شفتك قطعه مني، تيجي تقرر تمشي وتهجرني فبيسبب لي اذى نفسي، فاللي هو بحس بالكره بعد كده. فما تتعلقوش يا جماعه، ما تتعلقوش، عشان حقيقي مش هتعرفوا تعيشوا، هتفضلوا دايما بيلحقكم ذكرياتكم مع الشخص ده، الحلو والوحش، وهتبقوا امنية حياتكم ان انتوا تنسوا. بجد عن تجربة، والله انا بتكلم عن تجربة، سواء حصل حاجات حلوة او مش حلوة، فيبتدي ان كل حلمكم ان انتوا تنسوا. ان انا مش عايزة افتكر الشخص ده تاني، لاني مجرد ما بفتكره بتعصب وبتضايق وبزعل وبعيط، فمتتعلقوش. واحدة خارجة من بيتها مع خطيبها، نازلين يتفسحوا، رايحين مشوار، هيعملوا اي حاجة، خارجة عادي جدا. طبعا كلنا ما نعرفش القدر ولا نعرف ايه المكتوب ولا ايه اللي هيحصل حتى في الدقيقة اللي بعد دي ولا الثانية اللي بعد دي، كل ده مكتوب، ده علم الغيب. بس واحدة نازلة مع خطيبها ومشوار هيتفسحوا وتحصل لهم حادثة وزي ما هي حكت. طب مين الناس اللي كانوا ماشيين بعربية وبيزنقوا عليهم وهم ماسكين سلاح؟ مين الناس دول؟ يعني غرضهم ايه من اللي هم عملوه؟ وهي كانت بتحاول تقول له حاسب، يعني ابعد انت. جت بقى الطلقات فيها، هي فقدت بصرها وفقدت عينيها.
البنت حالتها النفسية وحشة، خايفة على نفسها، شايفة إنها بقت وحشة، شايفة إنها خسرت حياتها، وخطيبها الراجل اللي مفروض كانت هتكمل حياتها معاه اتخلى عنها وموقفش جنبها، ما رحلهاش حتى زارها ولا وقف جنبها. للدرجة دي انت مش راجل؟ يعني للدرجة دي انت ملكش 60 لازمة في الحياة؟ البنت 21 سنة جميلة، يعني يحصل لها كل ده؟ يعني الحمد لله على كل حال، وقدرها ونصيبها، وندعو الله لها الشفاء، وان ربنا يرزقها بالأحسن منه. بس أنا كلامي يعني للمسؤولين، انتوا لازم توصلوا للناس دي ايا كان هدفهم، زي ما النيابة قالت هدفهم سرقة، هدفهم ايا كان هدفهم، الناس دي لازم تتجاب وتتحاسب، ونعرف ايه الغرض من كل اللي عملوه. وهي خطيبها ده يعني هو فعلا المواقف بتبين، بس يعني خطيبها ده بارد. بعيدا بقى عن انها كانت خطيبتك يا سيدي، يعني سارة بتقول ان انتوا جيران، روح اطمن عليها يا سيدي من باب ان انتوا جيران، اطمن عليها من باب الرجولة. يعني مش عايش حياتك وبتنزل الشارع وبتخرج وبتيجي، والبنت فقدت بصرها وفقدت حياتها، يعتبر هتعيش حياتها بنفسيتها تعبانة جدا، ويعني ربنا يكتب لها الشفاء ولعل الله يعني يحدث بعد ذلك أمرا، ونتمنى لها ان هي تبقى احسن من الاول. بس لو فضلت على حالها ده هيأثر على نفسيتها، مش هتعرف تعيش حياتها. انت بقى دورك ايه؟ يعني عايز افهم قادر تتخطى ده ازاي؟ واحدة نازلة معاك ويعتبر شفتوا الموت بعينيكوا انتوا الاتنين، بس هي اللي اتأذت اكتر، تسيبها كده وتتخلى عنها؟ ما عندكش دم خالص كده، وتقول انا كنت بروح لها كل يوم ومعرفش ايه، واهلها هيستفادوا ايه يا سيدي لما يمنعوك عنها؟ هيستفادوا ايه؟ ده بالعكس انت لو فعلا كنت بتروح علشان تزورها وتقف جنبها، اهلها كانوا هيخلوك تدخل لها وتقعد معاها، بحيث ان انت تحسن من نفسيتها شوية، ما تحسسهاش انها لوحدها، ما يجوش اصحابها ومعارفها وقرايبها ويقولوا لها ده ما بيسألش، ده عايش حياته، ده بيضحك، ده يعني فين انت؟ كلامك كله كذب، كلامك كذب. انت لو فعلا واقف جنبها وكنت بتروح لها وما كنتش متخلي عنها، كان زمان اهلها قالوا لها علشان نفسية بنتهم تتحسن، بدل ما يخلوا نفسيتها تتعب اكتر ويعرفوها انها ما كانتش مختارة راجل، وان هي اللي عملته كله راح على الفاضي، وانها يعتبر خافت على حد ما يستاهلش انها تخاف عليه، كانت خافت على نفسها اولى. انت فين من كل ده؟ مفيش اي رحمة، مفيش رجولة، مفيش انسانية. والمستشفى اللي هي راحت لها وسابتها بالايام ولا بالساعات مرمية كده محدش سأل فيها، ايه الاهمال ده؟ قالت مفيش غير خالتها تقريبا تبع التمريض هي اللي كانت بتهتم بيها. يعني اهمال من دكاترة واهمال من تمريض، يعني هنفضل لامتى في الحال ده؟ جايز لو كنت كل واحد فيكم عمل شغله كنت لحقتوا اي حاجة فيها. حرام اللي حصل في البنت دي، حرام، ما يرضيش ربنا. يعني واحدة جايالكم وحالة خطيرة زي دي تستنوا عليها؟ مفيش دكاترة، مفيش زفت، مفيش مسؤولين، تتساب كده بالمنظر ده لغاية ما خسرت عين الدكاترة. كل اللي تروح لهم يقولوا لها الشمال دي خلاص كده باظت، واليمين يا لحقناها يا ما لحقناهاش. طب ما تعملوا حاجة، ساعدوها، كل واحد يشوف دوره. يا ريت كلنا ندعي لها ان ربنا يشفي عنها ويرجع لها بصرها. ربنا احسن من الكل وارحم من كل الناس دي، واللي في ايده اي حاجة يقدر يساعدها. يمكن لو سافرت بره يقدروا ينقذوها او حتى ينقذوا لها عين. عجباك؟ ها؟ عجباك؟ اخطبها لك يا حبيبي؟ ايه رأيك؟